قافلة الهدى الدعوية. من منا لا يذنب؟ كلنا أصحاب ذنوب، وغالبا يكون عند الإنسان قلق من بعض السيئات والذنوب التي فعلها، فكيف سيقابل بها ربه؟ وهل ستعذبه هذه الذنوب في قبره أم لا؟ طيب، ما رأيكم أن نمسحها؟ نعم، نريد أن نمسح الذنوب التي وقعت إلى أن نخرج منها بلا ذنب. كيف؟ بسيطة. في المستقبل إذا عرضت عليك معصية وأنت لوحدك وتستطيع أن تفعلها وليس معك أحد إلا الله، فحاول قدر المستطاع أن تتركها، سيغفر الله لك ذنوبك الأخرى، بل وسيزيدك فوق ذلك رصيدا من عنده فيعطيك أجرا كبيرا. يا الله يا الله. انتبه معي، لاحظ في سورة الملك ذكر الله لنا جهنم ووصفها بأوصاف مخيفة، ثم ذكر في النهاية الحل والنجاة فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فلا تصيبهم تلك النار. لاحظ، إن الذين يخشون ربهم بالغيب